السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير، صباح النور، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. صباح الريف المصري. طبعا من نفس المكان، كل ما بروح عند أهلي بقف في نفس البلكونة وأصور نفس المنظر ده. بس بصراحة ما بقدرش أحوش نفسي. الصبحية دلوقتي كانت حوالي الساعة 7:30 أو 8:15 بالظبط. الشمس طالعة جميلة، والناس في الأرياف بيطلعوا المواشي بتاعتهم، البقر والجاموس والمعزة والمش عارفة ايه، وبيأكلوهم زي ما انتوا شايفين. في ست هناك اهي وبتأكل البقر بتاعهم، والدنيا حلوة والشمس جميلة والأرض خضراء والمنظر أكتر من رائع. حبيت أصبح عليكم من نفس المكان ونشوف مع بعض المنظر الحلو ده، ونشوف يومهم بيبدأ ازاي. شايفين الجمال، جمال الطبيعة وهواء نقي. شايفين المساحة قد ايه. مفيش مباني. انتوا عارفين المكان ده، البيت ده في الصيف ما تعرفوش تقعدوا من الهواء والنسمة الحلوة كده. مفيش حر، مفيش مروحة شغالة. بس بصراحة في الشتاء صعب، صعب جدا يعني. برد لا يوصف. زي ما انتم شايفين مفيش معمار قدامهم خالص، كلها زراعة. ففي الشتاء برد جدا جدا جدا. دي معزة، خروف صغير. اصحابه كانوا جايبين الغنم الكبيرة وده تاه. اصحابه اخدوه. انا واقفة في البلكونة بصور الاحداث اللي بتحصل في الشارع. طبعا زمان كانت البيوت مليانة خير، وكانت مليانة طيور ومليانة عيش، العيش البتاو بتاع الناس الفلاحين اللي أنا منهم. وشايفين ادي الطيور اللي عندهم دلوقتي. خلاص الطيور خلاص بدأت تنقرض من البيوت. والفران البلدي اللي كنا بنخبز فيها العيش البتاو والعيش المنطط اللي على الحصو، مفيش فران دلوقتي. ممكن ما تعديش في البلد كلها بيتين او ثلاثة عندهم فرن. الجيل اللي طالع الصغير ده ما بيعرفش يعمل الحاجات دي، ما بيعرفش يخبزها. الكيلة الشامي او الذرة اللي بياكلوا فيها الطيور دلوقتي دي، هي دي اللي بنخبز منها العيش. كانت مثلا ب 30 جنيه، دلوقتي بقت ب 200 جنيه. الناس تقول لك ان انا كل اسبوع اجيب لي، ولا كل 15 يوم اجيب لي كيلة شامي ب 200 جنيه. طب انا هاخد ايه من ورا الطيور دي؟ زي ما انتم شايفين الرومية دي، حتى الرومية اللي بيضة دي مش بيضة، دي اصلا كانت راكدة على البيض والبيض باظ. يعني بصوا لما بتبقى منحسة منحسة من كله. انا اصلا طلعت واخدت البيض من تحتها ولقيت في في كتاكيت بس ميتة جوه البيض، لان عدى ميعاد الطلوع. ومرات اخويا جايه تطلعي شوفيها يا نادية، يمكن يعني هو في كتاكيت طلعت بس ماتت لان مش عارفه كان فيها طيار. المهم عايزه اقول لكم ان زمان كان امي الله يرحمها، الرومي ده بيحب ينام على الحاجه العاليه، يعني يحب ينام على الحيطان كده. ما كنتيش تعرفي العدد. الناس كانوا بيقولوا بيجيبوا لهم اكل منين ده. شوفوا دلوقتي مفيش. ما كناش نعرف حاجه، والله ما كنا نعرف حاجه اسمها علفه. انا عن نفسي كنت مربيه طيور. كانوا الناس بيقولوا نادية عندها مزرعه. والله جميع الطيور، والله في حياتي ما شريت كيلو علفه، ولا شفتها غير بعدين. كانت الغطام في عندنا والشامي مال السطوح، وخير ربنا كتير، وبنخبز وبنأكل طيورنا، والدنيا هي هايصة. شوفوا دلوقتي فين الفلاحة نفسها بتشتهي البيضة البلدي. الفلاحة نفسها بتشتهي العيش البلدي، العيش البتاو اللي كنا زمان. والله العظيم كنت بحطه قدام الوز والبط في المية بتاعة الوز والبط، لما الاقيه كده بدأ يعمل عنكبوت. طبعا كل الناس اللي من الأرياف اللي زي عارفين الكلام اللي أنا بقوله. كنت لما بلاقي العيش البتاو ده بدأ يعمل عنكبوت، بجرف منه واحطه قدام الطيور، اكسره كده في الميه بتاعت الطيور. النهارده بمسكها كده بسكوته باكلها، بالنسبه لي زي البسكوته. عمري ما كنت اتخيل ان يجي يوم عليا ان انا اشتهي العيش البتاو ده. انا كنت بخبزه بنفسي. انا كنت بخبز العيش البتاو، وكنت بخبز العيش المنطط اللي على الحصى. وكان يعني بيقعد عندنا علشان ما فيش استهلاك رز وخضار ورز ومش عارفه ايه ومحشي والكلام ده. فالعيش كان بيقعد عندنا لغايه ما يعمل عنكبوت، كنت بحطه قدام الطيور. النهارده ب ب ب يعني بقول حد عنده عيش بالتوي يا جماعه يدينا واحده. اه والله العظيم
سبحان الله الدنيا اتغيرت والدنيا بقت نار، والناس بتكلم بعضها من الغلا، والبيوت انقرض منها الخير. البيوت يعني كل حاجة بترحل، كل حاجة بتخلص. يعني حد يقول دي طيور بتاعت بيت السطوح، ما كنتش تعرفي تقعدوا من كل الطيور، بط ووز وحمام وارانب وفراخ ورومي وكل حاجة، كل حاجة على السطوح. في اي وقت تطلع السطح بالسكينة وتجيب اللي انت عايزاه وتعملي عليه حلة مكرونة ولا حلة رز وحلة بطاطس لولادك ويتاكلوا زي الفل. اكل حاجات طازة مش حاجات مجمدة اللي عايزين ناكل فراخ مجمدة. على فكرة والله العظيم الفراخ البيضة دي انا اهلي وناس كتير اعرفهم ما كانوش ياكلوها، يقولوا ايه ده ملهاش طعم. دلوقتي كمان هناكلها مجمدة. وشوف الكيلو بقى بكام، يعني ربنا يلطف بينا. انا اسفة جدا على الرغي، بس بصراحة الايام اللي احنا فيها دي صعبة جدا، خلت كل راجل وست وحتى العيال اللي طالعة للدنيا بقت عايلة الهم. هنعيش ازاي؟ يعني ايوه ربنا كبير وربنا فوق الكل، بس هو ليه الجشع ده بتاع الناس، وليه الطمع ده، وليه ارفع الاسعار دي؟ طب وفين المرتبات عشان الناس تجيب الحاجة دي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يرطب بينا يا رب. طبعا احنا شفنا الخضرة وشفنا الزرع، هنطلع من الموضوع ده عشان كل بيت شغال فيه الكلام ده والناس خلاص زهقت. ودخلنا على الديوك الرومي ده يتيم ديك يتيم، يعني من والله انا كان في يوم من الايام عندي 15 ديك من ده. والله لما كانوا يعملوا الصوت ده اللي هو بالبلد نقول الديك بيهدر، كنت تحس ان الحيطان بتتهز. كانوا في نفس يعني في نفس الحجم ده. الحمد لله على كل حال. هي ابسط حاجه في تربيه الطيور الارانب. الارانب تاكل حشيش، تاكل قشر اليوسفندي، تاكل قشر موز، تاكل عيش ناشف، تاكل تبنه، حتى تاكل دشيش. اي حاجه بتحطيها للارانب قدامها بتاكلها. بصراحه هي اسهل حاجه في تربيه الطيور الارانب. آه مش عارفه اقول ايه. اتمنى الفيديو يعجبكم ودوشتكم معايا. وهو ده اليوم في الريف، يصحوا من النوم ياكلوا البهايم وياكلوا الطيور زي ما شفنا مع بعض ويخبزوا العيش. لكن انا كنت صورت لكم قبل كده العيش فما صورتوش في الفيديو ده. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.